مساء الخير، اخباركم ايه؟ النهاردة السبت 20/7. الساعة حوالي 3:30 الظهر بتوقيت ملبورن. الجو الحقيقة مش اجمل، يعني مفيش اجمل من كده. very cold، windy، مفيش شمس، ساقع جدا. مش لطيف خالص. ممكن تتفرج على السماء والشجر بيتحرك. clouds، مش مريح بالنسبة لي. لكن ما علينا، ده اللي في ايدينا حاليا، وما نقدرش نشتكي وما نقدرش نعترض، لانه هو ده حال الدنيا. لما يكون في شتاء لازم الدنيا تبقى مطرة وسقعة سقعة 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 وحشة اوي. السنة دي جاية شتوية غريبة شوية. انا بقالي فترة عايزة اعمل الفيديو ده. آم، لانه اللي بيحصل في مصر مش مريح على كل المستويات. الموضوع الحرايق اللي حصلت دي، اعتقد انه محتاجين نطلب ونعرف هما مين اللي ورا الحرايق، مين اللي ورا تخريب القطارات، مين اللي ورا الحفر اللي بتظهر فجأة في السكك. والحفر اللي بتظهر فجأة في السكك تحس ان هي معمولة بماشينز، لان الدواير زي دايرة البرجل كده. فدي مش حاجة طبيعية. ففي عمليات تخريب واضحة جدا في مصر. هم عايزين يكفروكوا، عايزين يوصلوكوا لمرحلة ان انتوا تكفروا بالحكومة، بالنظام، بالوضع. وطبعا الوضع الاقتصادي حدث ولا حرج، الناس كلها عارفة الوضع الاقتصادي شكله ايه. ناس كتير قوي بتعاني. استحملوا وربنا هيعدينا منها على خير. هنخرج منها، يعني هتاخد وقت بس هنخرج. اللي انا عايزه اقوله انه الوضع حوالينا مش كويس خالص، وفعلا في ناس شغاله على قدم وساق ان هم يخربوها وتربقوها علينا في مصر. وكلها عوامل خارجيه. بالنسبة لحسام الغمري اللي ابتدى يظهر في الإعلام المصري وأخد برنامج كمان على قناة، مش هقول اسم القناة عشان ما عملوش بروباجندا. هو ليه برنامج. حسام الغمري من الناس المعضدين للإخوان، لكن ما هوش إخوان، لكن من الناس اللي كانوا سبورتيف لدرجة كبيرة جدا. حسام الغمري إنسان غير موثوق بيه. كان لو كنت تشوفوا له برامجه من تركيا، كان بيقول ايه وبيتصرف ازاي، مش هتدوله ثقة فيه، مش هتحطوا فيه ثقة نهائي. وهتخافوا منه. ما تثقوش في حد من الآخر، يعني ما تثقوش في حد. حسام الغمري اتدفع له علشان هو كان عنده مشاكل مع الحكومة التركية بسبب تعامل الحكومة المصرية مع المصريين. طلبوا من الأتراك إن هم يرحلوه، فوقفوا الإقامة بتاعته، فكان موجود عايش في تركيا غير قانوني. فبالتالي المخابرات تعاملت مع الموضوع ولقطوه. وهو حاليا واضح إن هو يعني في جهة ما معينة بتصرف عليه، وعينوه في التلفزيون المصري
واشتروه من الآخر، يعني من الآخر اشتروه. لكن أنا شخصيا من تجارب سابقة ما بثقش في الناس دي خالص. فممكن جدا يجي في يوم وليلة اللي هيدفع له أكتر هيروح معاه وهيعضده. فحسام الغمري، انتوا بس اكتبوا حسام الغمري في جوجل ان شاء الله بالعربي هيطلع لكم بلاوي بلاوي. تاني، خدوا بالكم من روحكم، خدوا بالكم من بلدكم، استحملوا الفترة دي، خلينا نعدي وربنا يسترها، يعني ربنا يسترها. بس لازم تبقوا فاهمين وعارفين كويس قوي انه في حد ورا كل المهاترات اللي حاصلة في مصر، سواء في تخريب، سواء في تخريب قطارات، سواء في خطف بنات، سواء في اللعب بالأفكار، الحفر اللي بتلاقوها في الشارع، الحرايق، يعني الخراب على أوسع نطاق. ربنا يسترها معانا جميعا جوه وبره. هطلع في فيديو قريب هتكلم على الايفنت اللي هنعملها في ميلبورن بخصوص العلاقة المصرية الأسترالية اللي السنة دي عملت 75 سنة. العلاقات المصرية الأسترالية ده Australian Egyptian relationship or former relationship عملت 75 years. الانيفرساري بتاعهم كان 75 سنة السنة دي. فانتظروا لقاء جديد قريب نتكلم فيه عن الاحتفال اللي هنعمله بمناسبة مرور 75 سنة على العلاقات المصرية الأسترالية. شكرا، إلى اللقاء.